اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. أغلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. لو لسه ما جربتيش كيكة الهوهوز يبقى لازم تخش الفيديو ده وتتابعيه للآخر وتتابعي كل التفاصيل، كل الخطوات، علشان بجد مش هتندمي ان انت تابعتي الفيديو ده. كمان عايزة اقولك ان انت هتعملي عظمة 3 في 1. هتعملي تورتة، جاتو، كيكاية ملهاش حل. من كتر جمالها انت مش هتعرفي اصلا تقولي عليها ايه، تورتايه ولا جاتو ولا كيكه، هتمشي معاكي كله. تعالي بقى تابعي الخطوات خطوه بخطوه، اوعي تجري الفيديو، اوعي تخرجي من الفيديو علشان انت اللي هتندمي، مش انا اللي هندم. انت اللي هتندمي ان انت هتخرجي من الفيديو ده، لانك هتخرجي من الفيديو ده كسبانه ان شاء الله. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه عندنا كوبايتين من الدقيق، تمام. نص كوباية من الكاكاو الخام الأسباني، كوباية كبيرة من السكر، كوباية كبيرة من الحليب، وكوباية صغيرة اللي أنا حاطة فيها الكاكاو دي بتعادل نص كوباية من الكوبايات الكبيرة دي. عندك بقى الخلاط بتاعك. أول إضافة هضيفها هي الكاكاو، نص كوباية من الكاكاو الخام، تمام. كوباية من الحليب، كوباية من السكر، وهنضيف كمان نص كوباية من الزيت، ويا ريت يكون زيت يعني نضيف، تمام. هنضربهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده هننزل بقى ايه باتنين هوهوز ب4 جنيه، باتنين هوهوز اللي هي ام 2 جنيه دي، تمام. هضيف ربع كوباية من الحليب، خلاص، وهضيف 2 هوهوز. العظمة يا جدعان ريحتها فظيعة. الصوص ده جنني انا، الصوص ده وانا بعمله حقيقي بجد كده روشني، كان نفسي اقعد اكل فيه. هننزل كده ب3/4 كده. بصوا انا من كتر حلاوته كان نفسي انزل الشفشق كله في الكوبايه، تمام. هناخد بقى ايه 3/4 كده، ونخلي بقيه ايه يعني بقيه اللي في الخلاط. خلاص هننزل بقى ب3 بيضات يكونوا حلوين كده، تمام. وهننزل بالفانيليا بتاعتنا، هننزل ب3 فانيليا، 3 أظرف من الفانيليا، تمام. لو مش عندك الأظرف دي، تمام، اللي هي الفانيليا السايلة عندك متوفرة، هتحطي نص معلقة من الفانيليا. وهنضربهم بقى كويس جدا في الخلاط، وهنسيبهم لغاية ما هننخل الدقيق. انا كان ممكن انخل الدقيق في الاول واوريهولك، بس انا حبيت اوريلك المرحلة دي علشان ما تنسيهاش. مرحلة نخل الدقيق دي مهمة جدا. هنحط لها معلقة كبيرة من النشا، تمام. وهنحط كمان البيكنج باودر، حاجة معلش نسيتها مهمة جدا. وانت بتضربي الخليط، البيض في الخلاط، هتحطي معلقة من الخل، معلقة من الخل. وان شاء الله هكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف. قبل كل الحاجات دي هتكوني محضرة الفرن بتاعك على درجة حرارة 180، وتكوني كمان مجهزة الصينية بتاعتك ومبطناها بالزبدة، او لو عندك ورق زبدة. هنا طبعا الخليط بتاعنا احتاج لبن، لان انا خدت كتير من الصوص، فهنضيف للخليط بتاعنا شوية شوية كده من اللبن لغاية ما يديكي القوام اللي انت هتشوفيه ده. بصي انا بضيف معلقة بمعلقة. بصي شايفة عمل خيط رفيع كده، وهبتدي ان انا اقلب في اتجاه واحد. ما تلفيش المضرب شمال ويمين شمال ويمين، هتبوظي الدنيا. خليكي في اتجاه واحد. بصي القوام بتاعها عامل ازاي. طبعا الصينيه بتاعتنا مدهونه ومجهزينها، تمام. هندخلها في الفرن، نخبطها خبطتين كده وندخلها في الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معاكي لو الفرن بتاعك سخن من 35 ل 45 دقيقة. هنختبرها طبعا بالخلة، طلعت من غير عجين يبقى زي الفل، تمام كده. هنخرمها شوية بالخلة بتاعتنا، وبعد كده هنضيف نص كوباية من الحليب. مش هنضيف عليها سكر ولا هنضيف عليها اي حاجة. هنقلبها بقى. بصي انا قلبتها على صينية، بصي طلعت بقى ايه وشها. انا عايزة الوش اللي هو الوش الكيكايه اللي من فوق ده ما بيبقاش ليه 30 اي لازمه، وبيبوخ الكيكايه. فانا قلبت الكيكه على الصينيه علشان يطلع الوش ده اللي انا مش عايزاه. وهنفرد بقى على الظهر علشان الكيك بتاعنا او الجاتو بتاعنا يطلع متساوي، ويطلع كله كده سوا واحد، ويطلع قمر.
بالله عليكي بالله عليكي انزلي تحت في الكومنتات اكتبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما تنسيش اللايك. هنا طبعا انا جبت كميه خفيفه جدا من الكريم شانتيه، انا اشتريت ب10 جنيه كريم شانتيه، ومعروف طبعا الكريم شانتيه بيتعمل ازاي، سهل جدا. تمام. بعد كده بضيف عليه معلقه من الصوص بتاعنا وبنضربه، فردناه على الكيكه بتاعتنا، وبعد كده دخلتها التلاجة. بعد ما دخلتها التلاجة قعدت نص ساعه، خرجتها تاني وقلبنا الصوص بتاعنا القمر الجميل اللي ريحته خطيره جدا ده. ضفنا عليه، بصي يعني ربع كوبايه كده من الميه، معلقتين من الميه علشان بس يبقى سايل معايا، وقلبتهم كويس زي ما انت شفت كده، وضفناهم على الكيكايه بتاعتنا. بصوا سايح ونايح وقمر ازاي، ما تقلقيش يا قمر، هنحطها في التلاجة تاني. كل خطوة هتعمليها في الكيكة دي او في الجاتو او في التورتاية دي هتدخليها التلاجة. انت براحتك، انت عايزة تشتغلي على بورد براحتك، عايزة تشتغلي في الصينية زي ما انا اشتغلت كده برضو براحتك زي ما انت عايزة. هنجيب برضو كده هوهوز، دي ب2 جنيه، هاتي القطعة ب2 جنيه، يعني الليلة كلها ما كلفتنيش غير 10 جنيه هوهوز. قطعناها علشان طبعا نزينها، قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المتوفر عندك حطيه، يعني المتوفر عندك حطيه، بس هي طبعا كيكة هوهوز فلازم الهوهوز هو يبقى بطل الحفلة، يعني لازم الهوهوز هو يبقى بطل الليلة. تمام. بالله عليكي تشيري الفيديو، بالله عليكي انا محتاجة دعمكم، بجد محتاجة دعمكم، انا عارفة ان انتوا مش هتأثروا معايا. تمام. هنضيف بقى كده الكريم شانتيه بتاعنا، زيناه خلاص، عملنا روزيتات كده حلوه، اي نعم بوظناها بالهوز بس مش مشكله. خلاص هنفرفت بقى اللي نزل من الهوز ده، الفرافيت دي فرفتناها كده ويعني نزلناها كده على الصينيه. تحفه تحفه، بجد مش هتندمي ان انت عملتي طريقه الكيكايه دي. طبعا حطيناها بقى في التلاجة لتاني يوم، انا حطيتها لتاني يوم، يعني انا اشتغلت فيها الساعة 2 بالليل، اقسم بالله لغاية الساعة 5 الفجر وانا بعمل في الكيكاية دي، احطها التلاجة واخرجها، احطها التلاجة واخرجها، علشان كل حاجة تاخد حقها وتجمد. تمام. وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، القمر ده. ما تعمليش حاجة كلها على بعضها، لازم كل خطوة تدخليها التلاجة علشان تجمد وتديكي فينش حلو، وتديكي طعم ملهوش حل. بصي تحفة جدا. قطعناها طبعا بالشكل اللي انت شايفاه ده، هتشوفوا بقى الارتفاع بتاعها عامل ازاي. بصي، بصوا القمر، بصوا الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا شايفين جمالها، يعني ممكن كمان تقسميها 2، يعني تفتحيها كده من النص خلاص، وتحطي فيها كريم شانتيه زي ما انت عايزة، وتعمليها تورته، وتعمليها جاتو. تحفة يا بنات، تحفة ما شاء الله، اللهم بارك، بجد تحفة. شايفين ولا طعمها بقى رهيب 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 رهيب. طبعا لو انت عايزة تسألي على التكلفة، بصي يعني انت هتجيبي دقيق، نص كيلو من الدقيق، شوفي هو بكام عندكم، وصل كام، مثلا ب16 ولا بكام. خلاص نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الحليب. انا جبت ب10 جنيه كريم شانتيه، اللي هو ب10 جنيه، يعني التكلفة مش كتير.